لك السي انا غنهضر في الموضوع وما يقاطعني حتى واحد. خلوني نفرغ قلبي. شويه عليك اخويا لا خص تقال شي حويجات. هذه ليكيب ناسيونال اللي بغى يتقلق يتفرقع. الركراكي صافي البارح عطانا اشاره بانه سالى فكريا وصحيا مسكين. الله زعما صراحه انا ما يمكنش نخلي ديك الولد هكذا كيضيع قدامنا. صافي راه عطى الكره المغربيه، عطى مع الوداد، عطى مع ليكيب ناسيونال. دابا تقتلوه، دابا كنقتلوا فيه. قلت لنا في الكوت ديفوار قلت لنا حاجه، دابا جبت لنا الحريره. ملي غنلعبوا الا لعبنا في الصيف ديال 25 غتقول لنا شنو ولا من بعد نخرجوا من شنو ولا غتجينا 2026 غتقول نزل علينا عاود جالينا الجراد. يعني انت كتكلمنا على شي حوجات اللي ما فهمتهمش انا. من بعد الكوت ديفوار باش ننسجم شويه مع رايي، انا انتقدت بعنف، ولكن قلت انا مع الاستمراريه ديالو لعامل واحد، لان عامل الزمن كان لا يسمح بالتغيير. دابا طالما كاين هذا الاحتمال ديال ان افريقيا اللي كان مطروحه في الصيف ديال 25 ممكن توصل حتى لجونفي 2026. يعني كاين هذا الاحتمال، هو الاحتمال الكبير الان. انا كنقول الاستمرار مع وليد الركراكي الان مضيعه عليه الوقت. خصنا الان نوضوا نحسموا. الله يجعل البركه، الله يخلف. البارح بين في المقابله، انا ما هضرش في المقابله الاولى، ما هضرش في المقابله الثانيه، باستثناء درت واحد الصوره ديال الثلج. قلت بعد المقابله ديال البارح خصنا نمشيو لتما باش يبرد لنا الراس ديالنا، لان ما يمكنش. البارح انا حسيت براسي ودني كيصفروا، كلشي كيصفر فيا. ما عندي خطر مع ولادي، ما عندي خطر في داري، ما عندي خطر في كل شيء، لان السيد عنده كل شيء. والبارح يخرج ويدير ديك التصريح، يمكن الحريره غلبتهم، يمكن فكريا انا ما كنقولش هذا التصريح هذا. واش انت عندك طاقم طبي قد سخط الله مجبد حداك، وعندك الناس مسؤولين في الغذاء في التغذيه حداك، وتبقى تهضر يمكن درتها فيهم الحريره، يمكن عياتهم الحريره؟ واش انت كتضحك علينا؟ انت لا عندك تصريحات بزاف خارجه. لا انت محدود. انت بينت بان عندك نهج واحد كلشي حفظوا لك، اللي جا كيزمتك 4-1. شوف انا غنستشهد اسيدي، انا غنحترم التقنيين، غنحترم كل شيء. انا ساستشهد بما قاله اناحي. ياك اناحي ستانجور كيلعب معاه ديالو قال لك ولينا كتاب مفتوح، كل شيء كيعرفنا باش كنلعبوا، كل شيء ديك المسائل. دونك انا بالنسبه لي هنا ايضا سانسجم مع نفسي. انا كنقول البقاء ديالو، التوقيف ديالو ماشي بيد فوزي القجح، ماشي بيد الجميع، ماشي بيد لجنه المنتخبات. هذا قرار كبير خاص فيه اذن، خاص فيه. ولكن كنقول بناء على هذا الزخم الكبير ديال اللاعبين المميزين اللي عندنا، بناء على الرهان اللي عند المغرب على كاس افريقيا ديال 2025 في بلادك، عندنا رهان دبلوماسي، رهان تنموي، رهان سياسي، رهان اجتماعي الى غير ذلك. كنقول بناء على هذا الشيء كامل، يعني خصنا نربحوا الكاس ديال 25 اي 26. كنقول ما يمكنش بهذا الراجل هذا،